ألو، السلام عليكم. السلام. كيف حالكم يا شيخ صالح؟ حياكم الله. يا شيخ، هناك يا شيخ، هل ممكن سؤال الواحد؟ نعم. يا شيخ، هناك قول ينسب إليكم يا شيخ صالح الفوزان، والذي ينسبه لكم اثنان، ويقولان أنهم من طلابكم وأنكم تزكونهم وتنصحون بأخذ العلم عنهم. أنا نريد نعرف صحة هذا الأمر، هل ممكن؟ من هو؟ وهم يا شيخ طلابكم اسمه عبد العزيز بن الريس وماهر بن ظافر القحطاني. يقولون أن الشيخ صالح الفوزان يقول أن عابد القبر الجاهل المنتسب للإسلام أنه يعتبر مسلم قبل قيام الحجة، وأنه إذا مات يصلى عليه ويرث ويورث. لا، ما هو صحيح. يا شيخ، هل تنصحون بأخذ العلم عنهم؟ لا. جزاكم الله خيرا الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يحفظك. كيف حالك شيخ صالح؟ خير. الله يكرمك. شيخنا سؤالان لو تكرمت، الله يرفع قدرك الشيخ. نعم. شيخ الله يحفظك يبارك فيك، انتشر في يعني الشبكة العنكبوتية عنكم أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول أن معنى العذر بالجهل في الشرك الأكبر لمن مات قبل قيام الحجة ممن ينتسب للإسلام هو ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام، أن الشيخ يجوز الترحم على هذا المعين، وأنه يعامل معاملة المسلم ما دام أنه لم تقم عليه الحجة. هذا كلام باطل ولا قلت. نعم. والله شيخنا يروج هذا عنكم اثنان يعني بشدة، ماهر بن ظافر القحطاني ومزمل فقيري، بارك الله فيك. هذا ما قلته أنا، هذا كذب. نعم. يعني شيخنا تنصح الأخذ العلم بأمثال هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأقوال. شيخ توقع ما توقع عنك. بارك الله فيك.